وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يات بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم. سمعت أحدهم يقرأ وهو كل على مولاه، يعني ربما لعدم الانتباه ليس كل الناس يتسنى لهم أن يقرأوا على شيخ إلى آخره. أحيانا الإنسان قد يفتح المصحف في بيته فيقرأ ما تيسر من القرآن ويحفظ بمفرده، لكن لا ينتبه إلى بعض الكلمات، ربما لأنه يشبهها بكلمات أخرى تنطق، مثلا كلمة كل، يعني كل الناس ينطقونها كل، يظن أن هذه من تلك، لكن لا ينتبه إلى تلك الفتحة التي فوق الكاف وهو كل، وربما لا يقرأ حتى تفسير الآية. الكل هنا بمعنى الثقل. الله عز وجل ضرب مثل الرجلين أحدهما أبكم، قيل هذه نزلت في عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان مولا له، يعني كان أبكم، يعني لا ينطق ولا يفهم غيره، إضافة إلى هذا كان كافرا، يعني لا يستطيع أن يقضي مصالح نفسه ولا أن يقضي مصالح سيده، ورغم هذا كان كافرا أيضا. وعثمان رضي الله عنه كان رجلا مؤمنا صحابيا تقيا، وكان موسرا، رزقه الله عز وجل المال فهو ينفق منه سرا وجهرا، فلا يستوي هذا الذي هو على صراط مستقيم وهذا الذي ينفق في سبيل الله عز وجل وليس مصلحا فقط بل هو صالح في نفسه. لا يستوي هذا وهذا الكافر الذي لا يقضي مصالح نفسه ولا يقضي مصالح غيره وهو فوق هذا كافر. فالله عز وجل ضرب مثلا في أن هؤلاء الأصنام التي تعبدونها من دون الله عز وجل لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولا تتكلم ولا تنطق ولا تفهم، هل تستوي هي ورب العزة جل جلاله الذي هو حي قدير عليم سميع بصير لطيف حكيم خبير إلى غيرها من الصفات، وهو على صراط مستقيم كما قال هود عليه السلام إن ربي على صراط مستقيم، وهو سبحانه وتعالى يهدي إلى الصراط المستقيم. الخلاصة أن هذه الكلمة بفتح الكاف وهو كل على مولاه. منه بعض الأمثلة الشائعة عند الناس: طرقت الباب حتى كلمتني فلما كلمتني كلمتني. كلم بمعنى حتى ثقل، وقف عند الباب يطرق حتى ثقلت عليه نفسه. وهو كل على مولاه أي عبء على مولاه، بحيث أنه لا يستطيع أن يقضي مصالحه ولا مصالح نفسه ولا يتكلم ولا يفهم، حتى لو بعثه في مهمة فإنه لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يأتي بالخبر اليقين. يعني فالكل هنا بمعنى الثقل، فهو عبء وثقل على مولاه. بفهم المعاني إنسان يستطيع أن يقرأ الكلمة كما هي. وكذلك أينما يوجهه، عندنا هنا هاءان، هاء ساكنة وهاء متحركة مضمومة، فأدغمت أينما يوجهه، فلذلك من الخطأ أن ينطقها الإنسان هاء مضمومة مخففة. أينما يوجهه لا يوجهه، أينما يوجهه، هاء الفعل الأصلية ثم هاء المفعولية، أينما يوجهه، كما في بعض القراءات، في قراءة ابن مسعود وابن محيصن وغيرهم القراءة الشاذة، ثم هاء المفعول أينما يوجهه، فأدغمت الهاء الثانية في الهاء الأولى فصارت هاء واحدة مشددة. أينما يوجهه لا يأتي بخير.